السلام عليكم. أستاذة سامية، إزاي أرد على أسئلة ابني اللي زي ليه ربنا خلق سمك القرش وهو شرير بياكل الناس؟ ليه ربنا خلق الحرامي؟ ليه ربنا خلق الناس الوحشة؟ وليه بيجيلنا أحلام وحشة وإحنا نايمين؟ وأي حاجة أو أي شيء سبب في أذيتنا؟ وإزاي أستحمل أسئلته اللي مش بتخلص كل لحظة حرفيا بدون ما أتعصب أو أقوله كفاية أسئلة؟ ازاي تستحملي اسئلته وما تتعصبيش لما تعرفي ان السؤال دليل على ذكاء عالي جدا من الاطفال، ولما تعرفي كمان ان اجاباتك بدون ما تتعصبي هي اللي بتأسس في دماغ ابنك الحماية من الالحاد. اسئلة ابنك ايمانية، لو مش هتجاوبي عليها هيروح يدور على اجابات بره، وهيروح على الفيسبوك وهيروح عند ناس ما يعرفوش ربنا، ولما هم يجاوبوه هتبقى الغلط عليكي انتي، ان انتي ضيعتي ابنك بايديكي. في ايديكي دلوقتي انك تأسسي العقيدة في دماغ ابنك. طيب، ازاي ارد على اسئلة ابني اللي زي ليه ربنا خلق سمك القرش وليه ربنا خلق اي حاجة تأذينا؟ الاجابة بمنتهى البساطة: لو مفيش اشرار يبقى مفيش ابطال. بمعنى ان ربنا خلق الحاجات اللي تأذينا عشان يخرج مننا الأبطال، ماشي، عشان يصطفي مننا الناس اللي تقدر تواجه الشر. زي ايه؟ ليه الجراثيم؟ ليه ربنا خلق الجراثيم والميكروبات والأمراض؟ علشان يخرج واحد زي الدكتور مثلا مصطفى السيد، الدكتور أحمد شفيق، كل الناس دول بيقاوموا وبيحاربوا الأمراض، مش كده؟ طيب، ليه ربنا خلق سمك القرش؟ علشان يخلينا نشتغل صيادين، عشان يطلع مننا أبطال صيادين في مسابقات لصيد سمك القرش. تمام. ليه ربنا خلق الحرامي؟ علشان احنا يطلع مننا ناس بتشتغل في الشرطة وتمسك الحرامي وتبقى أبطال. ليه الأحلام الوحشة بتجيلنا؟ عشان إحنا بنخاف وبنفكر كتير في الحاجات اللي بتخوفنا، ما احناش أقوياء من جوانا، ما احناش بنستعين بربنا، ما احناش بنقرأ الأذكار، ما احناش مؤمنين إن ربنا هيحفظنا، يعني مش يعني إيماننا مش قوي، فبنحلم أحلام وحشة عشان إحنا خايفين. ليه ربنا خلق الأسباب في أذيتنا؟ علشان يصطفينا ويودينا الجنة. ليه؟ الجنة ما فيهاش خوف، ما فيهاش أذية، ما فيهاش أي حاجة، بس علشان نوصل لها لازم يكون مننا أبطال. الأبطال بس هم اللي بيوصلوا الجنة. ليه؟ علشان بيقاوموا خوفهم، وعلشان بيقاوموا الشر اللي موجود في الدنيا، وعلشان بيتحملوا الأذى عشان يوصلوا للجنة. الإجابة دي كافية ولا نقول كمان؟ فكري ودوري واقري علشان تقدري تجاوبي على أسئلة طفلك، لأن ده تأسيس للعقيدة مهم جدا. ومن دلوقتي كل سؤال بيسأله طفلك قدريه وتمنيه، وقولي إن السؤال ده هو اللي بيبني بينه وبين الإلحاد وبين الكفر جدار، وجدار قوي هيحميه لما يكبر.